واش الرجال ما بقاوش باغيين يتحملوا المسؤوليه؟ غادي تشوف مؤخرا في هاد الثلاث سنوات الاخيره ولا واحد الصراع على الهضره ديال انه شنو هو الدور ديال المراه وشنو الدور ديال الراجل، واش المراه الا خدماش خاصها تقاسم الاتعاب ديال الدار وبزاف ديال البلانات. انا جاي اليوم غادي نجاوبك. اول حاجه، زعما على مر العصور كان الدور ديال الراجل هو انه يخرج برا يبروفايدي ويجيب ماكله فلوس بزاف د العيبات باش ان المراه في الدار تشد داكشي وتكونفيرتيه وتخلق واحد الجو زوين في الدار وتخلق واحد الجو ديال السلام والحب، وكان داكشي كومباتيبل والامور ترونكيل. ولكن نهار دخل الفيمينيزم اللي زعما استغلوا السيستم كابيتاليزم، يعني ما كندويش على الفيمينيزم اللي جا في اوروبا باش يحرر المراه من الكنيسه ويعطيها الحقوق ديالها لانها كانت مضطهده. لا، كندوي انا على الفيمينيزم اللي تم الاستغلال ديالو عن طريق السيستم كابيتاليزم، يعني قلعوا المراه بانها راه بحالها بحال الراجل وخرجت تخدم. انا بالنسبه ليا العمل ديال المراه كيبقى شي حاجه شخصيه، فهمتي؟ انا ما سوقيش فيها، انا ما باها ما خوها ما حتى حاجه. انا عندي تدخلات في العائله ديالي، اللي بغات تخدم دبر راسها شغل هذاك. ولكن اجي نقصوا الخدمه ديال المراه من الجانب العائلي اللي عنده علاقه مباشره بهذا الموضوع. الراجل الحالي ما بقاش باغي يتزوج وما بقاش باغي يدخل على الزواج، لانه بكل بساطه هذيك السيده اللي باغي يدخل معها في الزواج ما باغاش تكون واحد تراديشنال وومن. وشنو هو تراديشنال وومن؟ يعني المراه التقليديه ديال انها تريح في الدار تقابل ولادها بزاف د الحاجات. المراه ما بقاتش باغا دير هادشي، يعني ولات باغا تستافد من الزواج وتستافد حتى من الكارير والصالير. الراجل هنا كيقول لك انا ما عندي ما ندير بالصالير ديالي لما كانتش غادي تعاونني، يعني داكشي اللي كتربحو لراسها انا راه الحمل ديال الدار كلشي عليا. ومن الفوق كتلقاها مقصره، يعني كتخرج من الصباح ترجع تفجر العشيه. الدراري كيمشيو لاكريش، يعني دوك الدراري كيعيشوا في المعاناه، ما كتربيهمش امهم. يقدروا يبقاو ياكلوا العصا في لاكريش، غيكبروا معقدين بزاف ديال التخربيق. يعني الدور ديال الام ما كيبقاش، يعني من الاخر المربيه هي اللي كتولي تربي دوك الاولاد. هذا البلان ما عجبش بزاف الدريات، ولاو كيهاجموا بشكل مباشر، كيقول لك لا حكوا الواد، حنا الكارير ديالنا ما يضيعش واخا نخدموا الراجل ما يطمعش فينا. يعني ولات باغا الحقوق ديال 2025 النسويه وميم طون باغا الحقوق ديال الاسلام ديال منذ زمن هو كاين. الرجال هنا قال لك لا، بما انني انا ما كنستافدش من الصالير وهي فهمتيني غتبقى تلعب عليا ديك 50 50 من هنا، يعني تاخذ لك شويه الحقوق منا شويه من الحقوق من هنا وما ملتزماش. انا ما محتاج اصلا انني نتزوج، نشد فلوسي ندور بهم وندير بهم بزاف د الحوايج. انا جاوبتك بناء على الاراء اللي كطرح في القهوه، كطرح في بزاف د البلايص. نورمالمون الزواج دار واحد السكينه، خصو يتجمعوا على جوج الناس كيكونوا فاهمين وشي كيضحي على شي. انا شخصيا الا سولتيني غادي نقول لك مني كنشوف انا بنادم زعما العيالات خارجين يخدموا وشنو كيطرى لهم في الخدامي، كنفضل على ان الزوجه ديالي تبقى في الدار، لان بكل بساطه انا عارف اش كيطرى في الخدامي. واخا هي تكون عندها حسن نيه وتبغي تمشي بخير، فراه كاينين واحد الوحوش ادميه اللي غادي يبقاو يلعبوا من الله. بالنسبه لي انا تجلس في الدار وانا نبروفايدي لها وتعيش بخير احسن من انها تمشي تضرب شماره. اولا انا ما غاديش نستافد من الصالير ديالها لان ما عقبوش تعطيني. ثاني حاجه هو انه غادي تتعرض للاضطهاد وتتعرض للمشاكل والاجهاد، وهذا الشيء اللي غيأثر على العلاقه بشكل مباشر. كان معك ضد جوكاست، نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي.